قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل أن رجلا توفاه الله عز وجل وعليه دين، فهل يجوز أن يقضى عنه من مال الزكاة؟ السائل يسأل أن رجلا مات وعليه دين، فهل يجوز أن يخرج أصحاب المال المزكون زكاة مالهم لقضاء ذلك الدين أو لا يجوز؟ فأقول ينبغي أولا أن يسارع الإنسان في قضاء دينه، وأن يبادر بقضاء الديون قبل أن يداهمه الموت. فمعلوم أن أمر الدين عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، وبين أن روح الإنسان معلقة حتى يقضى عنه الدين. وقد جاء من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيء بجنازة فوضعت بين يديه فقال: هل عليه شيء؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: نعم. فقام فصلى عليه. وأتي إليه بجنازة فقال صلى الله عليه وسلم: هل عليه شيء؟ قالوا: نعم. هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. حتى قام أبو قتادة فقال: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، وهذا كان في بادئ الأمر، وإلا بعد ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يقضي تلك الديون من بيت مال المسلمين. أما عن القضية المسؤول عنها، وهي هل هذا الإنسان يعد من الغارمين أو لا يعد من الغارمين؟ ومعنى يعد من الغارمين، الله تعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فالغارم العلماء يذكروا أنه على قسمين: الذي استدان وهو غارم لغيره، إما لمصلحة نفسه أو لمصلحة آخرين أراد إصلاحا بينهم. قالوا: أما هذا الإنسان المتوفى فلا نقول ولا نستطيع أن نقول المال سيذهب إلى الغارم، لأن الغارم قد مات. إذن المال سيكون لمن؟ لصاحب الدين، سيكون لصاحب الدين وليس للمدين، سيذهب مباشرة إلى الدائن، فلا يصدق أنه يكون تحت سهم الغارمين، تحت سهم الغارمين. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يخرج الإنسان زكاة المال في دين المتوفى، لأن الغارم قد مات، وهو الصنف الذي أجاز الله له المال من زكاة المسلم. لكن القول الصحيح أن هذا الغارم الله تعالى لم يفرق، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. لم يقل الغارمين الأحياء، لم يقل الغارمين الأحياء، فدل ذلك على العموم، سواء كان هذا الغارم كان حيا أو كان ميتا، فعند ذلك يقضى عنه من زكاة المال، ولا أعلم دليلا يمنع من ذلك، والراجح في ذلك الجواز. وكما ذكرت في حديث أبي قتادة أنه العلماء قالوا كان هذا في بادئ الأمر، وإنما بعد ذلك كان يقضى من بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين فيه الزكاة وفيه
الصدقات. ولذلك أرى الجواز والله تعالى أعلى وأعلم أن يقضى على المدين المتوفى من زكاة المال، والله أعلم. قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا